أسقط الرجل المرأة على الأرض عن طريق الخطأ، وفي اللحظة التالية قام دون قصد بتنشيط نظام استرداد نقدي، حيث لا يتعين عليه سوى إنفاق المال على امرأة ليتلقى 10 أضعاف ذلك المبلغ. لم يصدق الرجل حسن حظه، وللتحقق مما إذا كان النظام حقيقيا قام على الفور بتحويل 5000 يورو للمرأة كتعويض، وفي اللحظة التالية تلقى بطاقته البنكية بالفعل 50,000 يورو، ثم قام بتحويل 50,000 يورو أخرى لها، وتم إضافة 500,000 يورو إلى بطاقته. ذهلت المرأة تماما، ولم تتخيل قط أن هذا الرجل سيكون سخيا إلى هذا الحد، ومن أجل زيادة أرباحه عرض الرجل أن يهديها هاتفا ذكيا جديدا تماما، ثم ذهبا معا إلى مركز تجاري. ولكن في لحظة اختيار الهاتف نظرت البائعة المتغطرسة إلى ملابس الرجل العادية، وأخبرتهما بصراحة أن يرحلا، مهددة باستدعاء الأمن لكسر ساقيه إذا لم يغادر. في تلك اللحظة ظهرت أيضا زوجة الرجل السابقة وصديقها الجديد، وهو ابن عائلة ثرية، وعندما علموا أن الرجل جاء لشراء هاتف سخرت الزوجة السابقة على الفور بقسوة، معلنة أنه مجرد فاشل عجوز وقبيح وفقير، ويتجرأ على المجيء إلى مكان فاخر كهذا لشراء هاتف، وعزما منه على إذلال زوجته السابقة. أعلن الرجل على الفور أنه سينفق 500,000 يورو لشراء جميع الهواتف في المتجر، لكن الزوجة السابقة أكدت بثقة أن بطاقته لا يمكن أن تحتوي على مثل هذا المبلغ الكبير، بل وصرحت أنه إذا تمكن حقا من الدفع فسوف تجثو على ركبتيها وتعتذر له. لكن الرجل لم يبالي، وطلب بهدوء من البائعة تمرير البطاقة فورا. وفي اللحظة التي أدخلت فيها البائعة البطاقة في الجهاز ظهر النظام مرة أخرى عارضا إشعارا يفيد بأن الرجل قد حصل على استرداد نقدي قدره 5 ملايين يورو. صدمت الزوجة السابقة لدرجة الذهول، واعتقدت أن جهاز الدفع لابد أن يكون معطلا، فخطف الشاب الثري جهاز الدفع من يد البائعة، وبعد فحص دقيق اكتشف أن الجهاز يعمل بشكل طبيعي تماما. وطلبت الزوجة السابقة على الفور بمعرفة من أين أتى هذا المبلغ، لكن الرجل رفض الإجابة، وبدلا من ذلك طلب من البائعة إحضار الهواتف المعبأة إلى الباب. وعندما وصلت البائعة إلى الباب شعرت بالذهول التام، إذ لم تتخيل قط أن الرجل سيأتي لشراء الهواتف مستخدما دراجة نارية ثلاثية العجلات. ورغم عدم فهمه لسبب قيامه بذلك، إلا أنه قام بتحميل جميع الهواتف على الدراجة كما طلب، وبعد ترتيب كل شيء استعد الرجل للمغادرة. ولكن في تلك اللحظة رأى فجأة على هاتفه خاتما من الألماس. سيعرض هذا الخاتم في مزاد رسمي الساعة 12 ظهرا، وظن أن هذا الخاتم لابد أن يكون ذا قيمة هائلة، وإذا تمكن من شرائه وإهدائه للمرأة فسيحصل على صفقة كبيرة أخرى. لذا دعا المرأة لمرافقته إلى المزاد، ووافقت بسعادة. ثم اقتاد المرأة إلى مدخل قاعة المزاد، لكن الأمن أوقفهم، وسأله الحارس عما جاء ليفعله هناك، فأجاب الرجل أنه جاء للمشاركة في المزاد. ولكن عندما رأى ملابسه العادية أمره الحارس على الفور بالمغادرة، معتبرا أن هذا ليس مكانا لشخص فقير مثله. لكن الرجل رد بأنه يحتقره، فظن الحارس أن الرجل جاء ليثير المتاعب، واستعد لتلقينه درسا. ولكن في تلك اللحظة وصلت أيضا زوجة الرجل السابقة، وعندما سمعت الحارس يقول إن الرجل جاء أيضا للمشاركة في المزاد سخرت على الفور من قلة بصيرته، فكيف يجرؤ على الظهور في مكان مرموق كهذا وهو لا يملك فلسا واحدا؟ وأشار الشاب الثري إلى أن رسوم دخول المزاد هي 1,000,000 يورو، وسخر من الرجل قائلا إنه لا يستطيع حتى عبور الباب. لكن الرجل أعلن أن 1,000,000 يورو لا شيء، وعرض التحقق من رصيده، فاعتقد الشاب أن الرجل يخادع، وأكد أنه إذا استطاع الرجل حقا إظهار 1,000,000 يورو فسوف يجثو على ركبتيه وينبح مثل الكلب، ولكن إذا لم يستطع إظهار ذلك المبلغ فسيجعل رجاله يكسرون ساقيه. فرد الرجل بأنه إذا كان هذا السيد الصغير يريد إذلال نفسه فهو مستعد لتلبية رغبته. ثم استدعى شخصا للتحقق من الرصيد، ووصل المدقق بسرعة، فسلم الرجل بطاقته البنكية مباشرة للمدقق. بينما استمر الشاب في السخرية من غطرسته، أعلن المدقق أن رصيد الرجل كاف تماما، وأنه مؤهل تماما للمشاركة في المزاد. فذهلت الزوجة السابقة والشاب، ولم يتخيلا قط أن الرجل يمتلك مثل هذه الثروة الكبيرة. لكن الرجل لم يرغب في التلكؤ، واصطحب المرأة على الفور إلى قاعة المزاد. وبعد وقت قصير بدأ المزاد، وكان العنصر المعروض للمزاد هو خاتم ألماس القطب الجنوبي هذا، وتم تحديد سعر البدء ب500,000 يورو. ولكن لمنع الرجل من الفوز بالخاتم رفعت زوجته السابقة السعر عمدا إلى 4 ملايين يورو. وفي اللحظة التي اعتقدت فيها أنه لا يستطيع المتابعة أعلن فجأة عن 5 ملايين يورو. سخر منه جميع المشاركين ووصفوه بالمجنون، ولم يصدقوا أنه سينفق 5 ملايين يورو فقط لشراء خاتم. لكن ما لم يعرفوه هو الفرحة العارمة التي كان يشعر بها الرجل في قلبه. وفي اللحظة التي استعد فيها للدفع أظهر جهاز الدفع مبلغا قدره 500,000 يورو. وعندما اعتقدت الزوجة السابقة أن ماله قد نفد أخرج الرجل عشرات البطاقات الائتمانية من جيبه، ثم طلب من الموظفين إحضار المزيد من أجهزة الدفع. بدأ الموظفون بتمرير البطاقات بشكل جنوني ومتواصل، وذهل جميع المشاركين، فلم يتخيلوا قط أن الرجل يمتلك ثروة بهذا الحجم. لقد اشترى خاتم الألماس ثم وضع الخاتم في إصبع المرأة. وفي تلك اللحظة بالذات أعلن النظام أن الرجل قد نجح في إنفاق 5 ملايين يورو على امرأة، وكافأه على الفور بمبلغ 50 مليون يورو.